ودي صينيه كوكيز على قطعه واحده وتكفي عيله كامله ودايت كمان عشان الفورمه وسهله وبسيطه وهتطلع معاكم حدوته. اول حاجه عندي صباعين موز هنبدا نقشرهم في بوله ويا ريت الموز يكون مستوي وهنبدا نهرسه لحد ما يكون ناعم خالص. بعد كده هنكسر عليها بيضتين صفار وبياض عادي ورشه فانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. ومن سويتال ستيفيا هناخد 3 معالق من السكر وده مستخلص من نبات الاستيفيا زيرو سعرات وطعمه مش بيبان في الاكل خالص. وعندهم احجام مختلفه واكياس صغيره تقدروا تاخدوها معاكم في اي مكان وامن على مرضى السكر وللاطفال كمان. ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه لحد ما كله يكون واحد. وبعد كده نحط معلقتين من زبده فول السوداني ورشه قرفه ورشه ملح وكوبايه من الشوفان المطحون ونبدا نقلب واحده واحده وعلى هاديه زبادي لحد ما كله يكون واحد. هنجيب اي نوع شوكولاته نكون احنا بنحبه ونبدا نقطعها قطع صغيره وننزل بيها على الحلويات اللي احنا عملناها دي. والله حدوته مدلعكم. الطاسه اللي هنعمل فيها الكوكيز او الصينيه هنبدا نسخنها وندهنها بشويه زيت ونبدا ننزل بالحلويات دي على الطاسه. انا شايف انها سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها، ولو عندكم اطفال خليهم يشاركوا معاكم التفاصيل الحلوه دي. وعلى الوش هنبدا نغرقها بشويه شوكليت شيبس ونطلع بيها على فرن سخن شغال قبلها ب 10 دقايق على درجه حراره 180 حوالي ربع ساعه وعلينا عليها. حدوته وتستاهل التجربه. يلا بينا. وهي سخنه نحط عليها اي صوصات احنا بنحبها او ايس كريم فانيليا. كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي تعملها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.